النهارده خبر يا جماعه انتوا ما سمعتوش بيه. لا لسه. اهم من الثوره واهم من مؤتمر المناخ. يا نهار ابيض. لا حاجه النهارده بشعه. ربنا يستر على البلد. اللهم اجعله خير. شيرين رجعت لحسام حبيب. يخرب بيت ام شيرين، لبيت ام حسام حبيب، لبيت ام عمرو اديب. الله وانا مالي يا لمبي. زي دريك بقطع كيك، خدت فلافل عملت بوفتيك، عملت دبل كيك، انا الحقيقي وكلكوا فيك. اخر فيديو في الحياة جه في بالي ان انا ممكن اعمله في يوم من الايام. شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب رجعوا لبعض. طبعا انت مش فاهم اي حاجة ولا رجعوا لبعض ليه، بس انا هنا عشان افهمك في ايه. تعال بص، كنت عامل فيديو عن نفس الحوار من اسبوعين بالظبط، واتكلمت فيه هما ليه الاتنين بيحاولوا يبقوا ترند على قد ما يقدروا، وهشرح لك الموضوع في الانجاز. عايز تشوف الحوار بتفاصيل اكتر شوف الفيديو التاني. بص، ملخص اللي قلته في الفيديو التاني ان اللي بيبقى عايز يطلع ترند ده بيطلع ترند علشان يجيله شغل اكتر في مجاله اللي هو طلع بسببه ترند اساسا او بقى مشهور. يعني انا دلوقتي مشهور ان انا بغني، حصل معايا حاجة في اي مجال تاني مش لازم في الغنى، الحاجة دي خلتني ترند، سواء بقى ترند حلو او وحش انا هستفاد من ورا الترند ده كفلوس حتى لو الناس مش حباني. وهقول لك ازاي. دلوقتي طالما بقيت ترند هتبقى ترند على جوجل ترند، وده اهم ترند في الدنيا. ليه؟ لانك طالما ترند في جوجل هتبقى ترند في كل المنصات التانية اللي تيجي في بالك واللي ما تجيش في بالك. لحظة ما الخبر طلع ان هم رجعوا لبعض على طول على جوجل ترند 20,000 سيرش عليهم. ليه؟ ما تعرفش. وعلى بكرة شوف هيقفل كام مليون. انا ما بحسبش يا خالد، انا بنقي بس. فدلوقتي هم ترند على جوجل، فبمعنى كده برضو ان هم ترند على اليوتيوب وتيك توك واي منصة بتشتغل بنفس طريقة جوجل برضو في الترندات وكده. فانت دلوقتي ترند على جوجل. ولو تفتكر في اول الموضوع خالص شيرين نزلت بكذا اغنية ورا بعض اول ما كانت ترند في حوار الطلاق ده، وجابت فيوهات عبيطة وعملت حفلات برضو عبيطة بسبب ان هي ترند. واراهنك ان حد فيهم هينزل اغنية قريب، ده لو ما كانش الاتنين نزلوا اغنية مع بعض اساسا، وهتجيب فيوهات. ليه؟ علشان الاتنين ترند، فمجرد وجود اسمهم في عنوان الاغنية الاغنية هتفرقع، ويقعدوا هم يعدوا فلوس وانت تقعد تقول بص كانوا متجوزين واتطلقوا وكانوا متجوزين ومش عارف ايه، وتشغل دماغك بحاجات ملهاش لازمه وهم قاعدين يعدوا من وراك. فلو مش فاهم ايه اللي بيحصل او ايه اللي حصل اديك فهمت. وبس يا زميلي كده الفيديو بقى خلص. ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس وتسيب لي رايك تحت في كومنت. وبس يا زميلي، سلام.